السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هيكون زي كورس مصغر، محتاج منك بس ورقة وقلم وتتابع معايا، وان شاء الله هتطلع باقصى استفادة ممكن. معظمنا مع بداية السنة بيكون حاطط شوية اهداف هو عايز يعملها، وبيكون عنده الطاقة والنشاط ان هو فعلا يحققها، بس مع الوقت رؤيته للاهداف دي والقابلية ان هو يحقق الاهداف دي فعلا بتبدأ تقل وتبهت وتتفلت منه واحدة واحدة. والحمد لله في 2025 اكتر سنة وصلت فيها الاهداف انا ما كنتش اتخيلها. وصلت لاكتر 14,000 متابع على منصات مختلفة، وصلت للجسم والشكل اللي كنت بحلم بيه، فهمت وتعلمت اكتر في مجالات مختلفة. وفي الفيديو ده هعلمك ازاي تحقق هدفك بطريقة تخلي عدم تحقيقك للهدف هو الصعب. الصورة المغلوطة عند ناس كتير ان الوصول لاي هدف او اي حاجة احنا عايزينها هو عن طريق وصفة سرية أو طريقة سرية، اللي وصل للحاجة دي هو اللي عارفها. بس الحقيقة الكلام ده غلط. إن تحقيق الأهداف بالذات هو نمط بتمشي عليه، لو احترفته وعرفت تطبقه صح هتوصل للي في دماغك إن شاء الله، مهما كان هو إيه. مشروع كنت عايز تعمله، مهارة حابب تتعلمها، عادة عايز تبنيها، أو عادة عايز تبطلها. طيب يا محمد، هل لازم يكون عندي هدف؟ هل لازم يكون عندي رؤية عايز أوصل لها؟ ما ينفعش مثلا أصحى كل يوم اشوف ايه المطلوب مني واعمله وخلاص؟ دي دراسة من جامعة هارفارد اكدت ان غياب الاهداف في حياتك بتخلي عقلك دايما تايه وشارد ومشتت، والعقل الشارد والمشتت بيكون اكتر عرضة ان هو يكون تعيس، او بمعنى اصح كئيب مكتئب. اكبر المشاكل اللي بتواجه معظم الناس في الفترة دي او في الزمن ده هو التشتت بيخليك تعيش حياة انت مش حاسس بيها، بتفقد الاتصال بالحاضر بتاعك، واحدة واحدة بتفكر في حاجات في خيالك وبتسرح فيها، سواء كان ماضي مش هتعرف تغيره، او مستقبل مش عارف ملامحه، او حتى دوبامين رخيص بتضيع نفسك بيه. فتحديدك للاهداف في حياتك من الحاجات اللي بتقلل التشتت بتاعك وبتخليك مركز على الحاجة دي، حتى لو كان في تشتت هيكون أقل بوجود الأهداف. فالهدف هو الحاجة اللي هتخليك تنغمس في الحاضر بتاعك أكتر وتكون باتصال بالعالم الحقيقي. طيب زي ما قلت لك إن معظم الناس مفكرة إن تحقيق الهدف وصفة ثابتة بمشي عليها وبوصل للهدف، أو هي عملية ثنائية الأبعاد. البعد الأول هو المجهود اللي أنا هحطه، البعد التاني هو النتيجة أو الهدف اللي أنا عايز أوصل له. مش بالضرورة كل ما المجهود زاد كل ما أنا هقرب من الهدف او الغايه اللي انا عايز اوصل لها، بل في ابعاد تانية للعمليه دي. الناس مش بتبقى عامله حساب المشاكل اللي ممكن تواجهها، مش بتبقى عامله حساب الوقت او المده اللي هي عايزه توصل فيها، فدي حاجات ممكن تعطلهم في الطريق. فلو شافوا حاجه هم مش عاملين حسابها او مش حاطينها في الحسبان زي المشاكل او الوقت، لو الوقت طول شويه مثلا، فده بالنسبه له بيقول لك مثلا الطريق ده مش طريقي، او الهدف ده مش عايز اوصل له خلاص كده، فبيحيد عن الموضوع ده ويبعد عنه. فده غلط. لازم تكون انت عامل حساب الحاجات دي من الاول، لازم تكون عارف ازاي تبني اساسيات وتبني رؤية كويسة للهدف قبل ما تبدأ تمشي فيه. عشان كده في الفيديو ده ان شاء الله هعلمك ازاي تبني خطة كاملة لتحقيق هدفك في 30 يوم بس. مش معنى 30 يوم، ليه 30 يوم بس؟ 30 يوم هي المدة الكفاية انك تبني عادة جديدة. من الحاجات اللي بتخليك تعرف تعمل تقدم حقيقي او وتعرف تقيس التقدم ده ان يكون فيه ديدلاين او يكون فيه تايم ليميت، تبقى عارف ان الوقت كله مش متاح ليك. ما تكونش مدي نفسك وقت كبير قوي لدرجة ان الهدف يبدأ يبهت قدامك وتبدأ رغبتك لتحقيقه تقل. 30 يوم مش مدة كبيرة قوي ان طاقتك وحماسك يبدأ ينطفي، وبرضه هي مدة كويسة جدا ومناسبة انك تعرف تغوص كويس جوه الهدف بتاعك وتنغمس فيه عشان تعرف ايه المطلوب منك فعلا. عشان تبقى فاهم معايا الموضوع هيبقى متقسم كالآتي. عشان تعرف تحقق هدفك فعلا انت محتاج لحاجتين: التخطيط الكويس والسليم، والسيستم اللي هتمشي عليه عشان تعرف توصل لهدفك. التخطيط هيكون زي البوصلة بتاعتك في المشوار بتاعك، هو اللي هيعرفك أبعاد الهدف بتاعك، لأنك لو هتمشي عشوائي هتوصل لمكان عشوائي، ده لو وصلت لحاجة أصلا. هنبدأ بالتخطيط. زي ما قلت لك احنا هنخطط الهدف على مدة 30 يوم. 30 يوم دي هتبقى 4 أسابيع. في الاسبوع ده هيكون كل تركيزك على انك تفهم الهدف مش تنفذه. خد ريفلكت على حياتك، اعمل زوم اوت وشوف ايه اللي انت فعلا كنت عايز تحققه، ايه اللي انت فعلا عايز تغيره، مشروع عايز تعمله، مهارة عايز تبنيها، عادة عايز تبنيها، او عادة عايز تهدمها. جيب ورقة وقلم وخطط كويس في الاسبوع ده. اسأل نفسك ازاي تعرف انك وصلت للهدف، ايه شكل النجاح في الهدف ده بالنسبة لك. في الاسبوع ده عايزك تعرف كل ابعاد الهدف، تعرف الاخطاء والمشاكل اللي ممكن تحصل لك، توقع المشاكل دي وتوقع الحلول بتاعتها. اعمل بحث بسيط، شوف الناس اللي وصلت لنفس الهدف ده ايه اللي عملوه، وايه الاخطاء اللي واجهتهم، ايه الغلطات اللي وقعوا فيها. اعرف الموارد والمتطلبات، واعرف التضحيات اللي انت هتعملها طول الطريق عشان توصل للهدف ده. وخد بالك كل حاجة فيها تضحية، سواء كانت تضحية مجهودك أو وقتك أو حتى صحتك.
ادرس هدفك كويس قبل ما تبدأ فيه اصلا. اعرف الاسلحة اللي انت هتاخدها معاك طول الطريق عشان تعرف تحمي نفسك فعلا من ضياع الهدف. في الاسبوع التاني هنا احنا هناخد اول خطوة حقيقية. هنا انت عرفت الاساسيات وبدأت تتحرك، بس هتتحرك ببطء لان انت نزلت ارض المعركة فعلا وبدأت تجرب بنفسك وتشوف الصعوبات. في الاسبوع ده احنا هنركز على الفعل مش الانجاز، لان انت كده كده في البداية، فهتلاقي انجازاتك قليلة او مش موجودة حتى. وطبيعي ان انا اقولك ابدأ بخطوات صغيرة. ليه؟ لان انت طبيعي في الاول هتفشل او هتلاقي حاجة كانت صعبة عليك، فالخسارة اللي هتحصل لك من الفشل ده ما تكونش كبيرة، لانك لو خدت خطوة كبيرة في الاول الخسارة اللي هتجيلك هتكون اكبر. في الاسبوع ده عايزك تكتب المشاكل اللي واجهتك عشان تعالجها، اكتب اللي نفع معاك عشان تركز عليه، اكتب الانجازات اللي انت عملتها عشان تعرف نفسك فعلا انك عارف تخوض وتمشي في ارض المعركة وعمال تقرب لهدفك اكتر واكتر بالانتصارات الصغيرة دي. الاسبوع الثالث دلوقتي انت عندك فهم وتجربة، فتبدأ تزود جرعة الشغل شوية، تزود الوقت او المجهود اللي انت بتحطه على الحاجة اللي انت شغال عليها، تزود الصعوبة واحدة واحدة، تشتغل على اجزاء اكتر من الهدف وتربط ما بينهم. بص وتعلم من الناس اللي سابقاك واعمل حاجة زيهم او احسن منهم كمان لو تعرف. دايما خليك حاطط في دماغك ان دايما في مجال للتطوير او ان انت تعمل الحاجة دي بشكل احسن. لو مش بشكل احسن يكون بشكل اسرع، لو مش بشكل اسرع يكون بشكل اقل مجهود. فحط في دماغك دايما انك ممكن تعمل او تمشي في الطريق اللي انت ماشي فيه بشكل احسن. في الاسبوع ده انت اتقنت العملية وتعرضت لمعظم المشاكل والوقعات اللي ممكن تحصل لك، وكمان الطريق بقى واضح قدامك، وهنا السحر بيحصل. واقصد بده انك بعد ما وصلت لمكان كويس في هدفك بقيت ملم بجزء كبير منه، هتكتشف تفرعات وطرق واهداف فرعية مشتقة من هدفك الاساسي، تبدأ تمسك تفرع تفرع تمشي فيهم لو انت حابب. مثال على شخص حابب يعمل قناة يوتيوب مثلا، اول اسبوع خططت وعرفت انا هتكلم عن ايه في قناتي والموضوع اللي هتكون الرئيسية في قناتي، وقعدت اخطط وارسم الهدف بتاعي. تاني اسبوع عملت اول فيديو ليا. تالت اسبوع حبيت ان انا ازود الصعوبة شوية وحبيت ان انا ازود الاحترافية، عملت تاني فيديو ليا بس المرة دي عملته سكريبت مكتوب كويس. رابع اسبوع عرفت ان في اهداف فرعية تانية لازم اتعلمها عشان هدفي الاساسي يبقى على اكمل وجه. عشان اعمل قناة يوتيوب كويسة لازم اكون متعلم كوبي رايتنج عشان اعرف اكتب سكريبتات، لازم اكون فاهم شوية في الفيديو اديتنج عشان اعرف اعدل فيديوهاتي، لازم اكون فاهم في احصائيات اليوتيوب عشان اعرف هل الفيديو ده شغال كويس ولا لا. مثلا يعني خد المثال ده على اي حاجة، لو شخص مثلا عايز يبني جسمه كويس، عايز يتعود على عادة معينة او يهدم عادة تانية، الهدف اللي انا بتكلم عليه في الفيديو ده مش لازم يكون هدف مادي، لا الاهداف تختلف من شخص للتاني ومتفاوتة، اشكال الاهداف كتير. طيب انا مشيت على الخطة دي ووصلت بيها لحاجات كويسة، كذا هدف في دماغي وعملته. عايز اديك نصيحة، النصيحة اللي انا هديها لك ويا ريت تمشي عليها، انك ما تستعجلش. ما تستعجلش، لقيت الموضوع سهل في اول اسبوع ما تنطش لتاني اسبوع وانت لسه ما خلصتش اول اسبوع. انا عارف ان في اللي ممكن يقول لك السرعة في التنفيذ هي اهم حاجة وهي اللي هتخليك ما تنساش هدفك، بس انا لو نزلت ارض المعركة بسرعة وانا مش مجهز نفسي اكيد هخسر المعركة دي، ومش بعيد اخسر الحرب كاملة. فالترتيب اللي انا قلت لك عليه هو اللي هيهيئك نفسيا وعقليا للحاجات الكبيرة او الصعوبات الكبيرة بعدين. ده بالنسبة لجزء التخطيط. طيب والسيستم؟ طيب انت دلوقتي خططت والرؤية واضحة قدامك وعارف انت هتعمل ايه وعارف الطريق اللي انت هتمشي عليه. السيستم دوره ان هو يسهل عليك الطريق ده، السيستم هو اللي هيخليك تكمل بعد ال 30 يوم، وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو الجاي. فما تنساش تكون متابعني عشان يوصلك الفيديو، عشان صدقني الموضوع لا يقل اهمية عن الفيديو ده والاتنين بيكملوا بعض. طيب اللي انا عايزه منك النهاردة ان يكون النهاردة اول يوم في الاسبوع الاول اللي هو اسبوع التخطيط. عايزك تنزل تحت في التعليقات وتفكر كويس وتكتب انت ناوي تعمل ايه. مش لازم يكون هدفك كبير جدا، ممكن يكون هدف بسيط بس فعلا تحققه. وبعد 30 يوم هرجع انا وانت نشوف خلصنا ايه من الاهداف اللي كان في دماغنا او اللي كتبناها في التعليقات، وهل فعلا حققنا نسبة كبيرة منها ومشينا فيها ولا لا. وختاما حابب اختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. دايما احرص على الحاجة اللي فيها منفعة ليك واستعن بالله، وإن شاء الله ربنا هيوفقك
طول ما نيتك خالصة لله عز وجل. ما تنساش تشوف الروابط اللي في الوصف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.